عسلامة الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. واليوم رجعت لكم كالعادة والعوايد بفيديو جديد ووصفة جديدة، وباش نقدم لكم اليوم وصفة بنينة برشا وسهلة في نفس الوقت، واللي هي تحت اللوز بالكنافة. باش تكون مختلفة على تحت اللوز اللي نعرفوها في العادة. وما تنساوش باش تحطوا لي جيم اي كومنتير وتبارتاجيو الفيديو. خذيت 250 جرام عجينة الكنافة، قصيتها بالمقص تكون مرسوات صغار، ومن بعد لهنا باش نخلطها مع 80 جرام زبدة تكون ذايبة، ونخلطهم بالكدا مع بعضهم، ونحلها هكايا بالكدا بصوابعي لين العجينة تشرب مليح الزبدة. خذيت المول هذايا متاع التخت وحطيت في وسطه العجينة متاع الكنافة اللي خلطها مع الزبدة، ونحلها هكايا بالكدا بصوابعي كيما قاعدين تشاهدوا في الفيديو. ونزلت عليها هكايا من الفوق بالكيس باش نحاول نستويها بالكدا. ولهناييكا فوقها حطيت شوية لاكريم باتيسير. في المرحلة هذيا تجمو ما تحطوش لاكريم باتيسير هاكا كيما تحبوا، كان تحبوا تحطوا سينو ميسالش ما تحطوش. وزادا نفس المكونات ونفس الطريقة عملتهم في قوالب صغار. خديت القوالب هذوما وحطيت في وسطهم العجينة متاع الكنافة اللي خلطها مع الزبدة. المكونات متاع كريمة اللوز باش نستحقوا شوية زهر ولا شوية عطارة، رشة ملح، ساشي سكر فاني وساشي خميرة الجاتو، ومغرفة كبيرة معجون مشماش وعظمتين، مغرفة كبيرة فرينة ومغرفتين كبار سكر كلاس يجيو 50 جرام، 100 جرام زبدة ذوبتها و150 جرام لوز رحيتو. ونستحق زادة أمون ديفيلي باش نزين بيه من الفوق. باش نخلط العظم والسكر فاني ورشة الملح وسكر جلاس. نزيد الزبدة اللي ذوبتها ونخلطهم مع بعضهم، ومن بعد نزيد الفرينة والخميرة القطو والمعجون متاع المشماش واللوز ونخلطهم الكل مع بعضهم بالكدا. واخر حاجة نزيد شوية زهر ولا عطارة ونرجع نخلطهم مع بعضهم. ومن بعد نصب نصف الكمية متاع الكريمة اللوز فوق لا كريم باتيسير اللي حليتها فوق العجينة متاع الكنافة ونسطويها بالكدا هكايا، ورشيتها من الفوق بالعمون ديفيلي. ونهز نطيبها 30 حتى ل 35 دقيقة على 180 درجة لين تحمار من اللوطة ومن الفوق. ونصف الكمية الأخرى متاع كريمة اللوز باش نصبها في القوالب هذوما الصغار اللي عملتهم. بالنسبة لهذوما ما حطيتش فيهم لا كريم باتيسير، ومن بعديكا نزينهم من الفوق بالعمون ديفيلي. وهذوما نطيبهم 25 دقيقة حتى 30 دقيقة على 180 درجة. وكي نخرجهم من الفور وهما مازالوا سخونين باش ندهنهم ونصب عليهم العسل. بالنسبة للعسل سخنته شوية. نخليهم يبردوا بالكدا بالكدا في عقلهم، ومن بعديكا نحيهم من القوالب متاعهم. وتجمو زادا في بلاصة ما تحطوا العسل تجمو تحطوا الشحور كان تحبوا. وهذه كانت وصفتي لليوم، ان شاء الله عجبكم الفيديو. وما تنساوش باش تابعوني على الانستغرام والتيك توك والفيسبوك واليوتيوب، ونتلقاو ان شاء الله في مزيد من الوصفات.